امبارح اهم مبنى في شبكات الاتصال والانترنت في مصر اتحرق، واللي حصل ده هنتعلم منه حاجات كتير قوي. خلينا اشرح لك الكلام على ايه. المبنى ده اتأسس سنة 1927 واسمه وقتها كان دار التليفونات الجديدة، وبعد كده اتطور في كذا مرحلة لحد ما بقى سنترال رمسيس، اللي بقى بيضم مقرات اهم شركات الاتصالات الكبرى زي المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات. ده مش سنترال عادي، ده نقطة الربط الرئيسية بين القاهرة وباقي الاقاليم في نقل الانترنت والمكالمات، وكمان المقر الرئيسي للكابلات البحرية اللي بتربط مصر بالعالم كله. وبكده يبقى الحريق ده عمل انهيار جزئي في البنية الرقمية للبلد. في خبطة واحدة بس علاقتنا بالعالم وببعض في الانترنت والاتصالات اتضرب. خط الاسعاف وقف في كذا محافظة، رقم طوارئ وزارة الصحة خرج عن الخدمة، الانترنت وقع او بقى بطيء جدا في مؤسسات كتير، التحويلات البنكية الالكترونية وقفت، السنترالات الفرعية اتأثرت، التواصل بين الجهات الحكومية حصل فيه شلل مؤقت. والمفاجأة بقى ان الاقاليم اكتشفوا انهم ممكن يبقى عندهم انترنت انليميتد لما ضغط القاهرة وقف. الخطوط شغاله ما قطعتش، والنت انليمتد، والبنيه التحتيه استحملت. يعني ده مش مجرد عطل فني، اللي حصل بيأكد ان البنية التحتية في مصر لازم نتعامل معاها بجدية. احنا لو في حرب، ضرب مبنى زي ده ممكن يعزل البلد بالكامل. المفروض ان النهارده هيتعمل مؤتمر صحفي يوضح سبب اللي حصل ومين المسؤول وايه اللي هيتم الفترة اللي جاية. العيب مش ان الكارثة تحصل، العيب اننا ما نطورش بسرعة بعدها. والسؤال بقى، تفتكر المؤتمر ده ممكن فعلا يتقال فيه حاجة تطمن الناس؟